هاي جايز، كيفكم؟ فيديو اليوم هيكون عن هنغير المكتب 180 درجة لاستعداد الدراسة للترم التاني عشان نبدأ كده في حماس وبنشاط. وبدأت بقى الفيديوهات اللي هي سلسلة العودة للدراسة، وده أول فيديو لسلسلة العودة للدراسة. ففيديوهات اللي جاية حماسية نارية شرارية، ولكن مش هقولها ولا هوضح أي حاجة عشان في ناس بتاخد أفكاري. فبس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. يلا نبدا الفيديو. بجد بجد النتيجه يا جماعه هتعجبكم جدا جدا جدا، عشان احنا اصلا هنغيره من مكان وهنحطه في مكان تاني في الاوضه، وهنعيد الصور دي كلها وجايبه صور جديده. فيلا نشوف. وهكذا. وبرضو انا جبت شويه صور، بس يعني انا زعلانه جدا. شايفين الصوره اللي كنت مصورها قد ايه؟ شايفين بتاع الترم الاول؟ شايفين مقاسها؟ شايفين المقاس ده؟ وانا قلت له انا عايزه المقاس ده، بس هو ما فهمنيش، راح عامل لي ده، وانا اكيد يعني مش عارفه اعمل له ايه ده. وكمان اضاءه، يعني كمان التصوير مش احسن حاجه. فانا بجد يعني متضايقه جدا ومش عارفه اعمل ايه. لو وحش مش هعلقه، ما هو غصبا عني بقى. يعني شوفوا يا طب هنقل بقى وبعدين هنشوف هنعمل ايه. بدأت بقى أعين الحاجات كلها اللي عليه، وبعدين هروح اوديه بقى في مكان اللي انا عايزه احطه في الاوضه، واغير المفرش. ويلا بقى تعالوا معايا. بصوا بقى دلوقتي انا بعمل ايه. اول حاجه جبت بلاستر كده، اوكي. وجبت يا جماعه صور جديده، والصور دي بجد يا جماعه انا قلت له العمو اللي انا صورت عنده، قلت له اعمل لي المقاس ده، مش هيعمل لي المقاس زي ده. راح قال لي اوكي عادي ماشي حاضر. وفي الاخر هو يحسب ان انا قصدي مقاس يعني اللي هو كده مربع، وفي الاخر عملها لي طويله. فانا اتضايقت قوي، فمش عارفه تكون حلوه ولا لا. واهو هوري لكم بقى حاجه حاجه. فنبعد دول كده، اوريكم صوره عملتها. اول حاجه الصوره دي بتدل على ايه؟ كل حاجه اقول لكم. بصوا واصلا تحسوا غامقين شويه، ده اللي مضايقني. اول حاجه اني ابقى معايا فلوس اني نفس ده حلم، اوكي. في حاجات هدف وفي حاجات حلم، واني اجيب ايفون واروح الكعبه واسافر واعتني بنفسي ورياضه واعمل اصحى بدري وكده يعني، واكل صحي وحاجات كده كيوت. فدي اهم حاجه اصلا في الموضوع. تاني واحدة بقى يا جماعة ان انا التزم بالبودكاست. التزم يا جماعة، عايزة اني ان شاء الله كل يوم كده احاول اني اسمع واحد كده يعني، او في اليوم او في الاسبوع 2 وكده، اوكي. ودي كاتبة بقى كل حاجة. اول حاجة الانتصار الجسدي، اني اعمل رياضة، اعتني بنفسي، امشي، اشرب مية. والانتصار الروحي النوم، الصلاة، جلوس لوحدك احيانا، قراءة القرآن. انتصار عقلي العمل، اكل صحي، تعلم اشياء جديدة، استماع بودكاست، والمذاكرة. دي كانت تاني واحدة او تالت واحدة. استادي اللي هي اهم حاجة اصلا شغلتي في الحياة، استادي، اوكي. ودي اني اعيش كبرنسس، فاهمين يعني ايه؟ يعني احب نفسي واعيش كاني اميره، اوكي. اعمل لنفسي كل اللي انا نفسي فيه كده. وان انا اهتم كانفلونسر، وادي لكم يعني اعمل فيديوهات برضو نصايح، مش فيديوهات استادي بس. ودي صورة لي يا جماعة، ولكن عاملاها بجيبيلي ستايل، ونفس اللبس وكل حاجة. ودي اني اهتم بقناتي شوية، وانا بقيت 2400. مفيش مبروك. ودي برضو اهتم بقناتي جدا واكون عندي محتوى حلو.
ودي 2026 هدفي اني التزم بالصلاة وعبادات وكده، والوقوع في حب، يعني احب نفسي قوي، وهي اول اسرار السعادة. ودي بقى الحاجات القديمة وهي احلى اصلا، انا شايفة كده اهي، والخ بقى. اوكي، فهنشوف بقى نعمل ايه. بس انا بفكر ما الزقش ده عشان ماما بتقولي، ماما بتزعقلي وانتوا كذا مره تقولي حرام، فمش عارفه بقى. فيلا بقى نشوف هنعمل ايه. وبدأت بقى يا جماعة لزق كل الصور، وحطيت واحط واعين واشوف انهي اللي لايق وانهي اللي ينفع احطه. بجد يا جماعة تعب جدا جدا جدا، مش بالسهولة دي، ولكن عشان انا مسرعة على الفيديو فممكن ما تحسوش ان تعبت قوي وتحسوا ان الوقت بسرعة، ولكن بجد انا تعبت جدا. واحط دي واشوف دي لايقة ولا لا، وانا واقفل الفيديو واشوف وكده. فمش كل الحاجات صورتها، فاكيد انا كنت بشوف وبشوف ايه اللي لايق وكده. رقم 2، كنت عايزاكم تكتبولي في الكومنت عن افكار فيديوز اعملها. عايزين مثلا نصايح يعني ايه، نصايح فيديوهات روتينات كده. وما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب، وعايزة كومنتات حلوة زيكم. وبس كملوا بقى وانا بلزق. وبرضه برحب للناس الجديدة، لو انتي مش عارفيني انا اسمي رانيا، بعمل فيديوهات روتينات، نصايح مذاكرة، تحفيز، studies me، وهكذا، وفيديوهات تطوير ذات وكده. فلو انتي مش عاملة سبسكرايب اعملي سبسكرايب عشان مش هتندمي خالص. وعايزاكم برضو بعد ما تخلصوا الفيديو ده اتحمسوا قوموا رتبوا مكتبكم عشان تحسوا بحماس كده لما تبدأوا ترم جديد مع مكتب جديد مع نظافة جديدة. فهتحسوا بفرق، وهتحسوا ان بجد شحنتوا نفسكم ورجعت نفسكم للحماس، ودخلتوا في مود ان خلاص الترم بدأ. وبرضو كنت عايزة اقول لكم على، انا عملت قناة واتساب بجد تحفة جدا، وهتكون تحفيز للدراسة. هنزل لكم ملازم عاوزينها، ملخصات، اي حاجة، واكون معاكم اول باول. وهقول لكم اي فيديو مثلا هنزله هقول لكم، يعني هبقى معاكم على طول. اوكي، فاول لينك هحطه في التعليق. اوكي، اللينك بتاعي هحطه في اول تعليق مثبت، فما تنسوش بقى تدخلوا عليها وتعملوا لها فولو. وبس.
لابس صلصال الفوم الوردتين دول. اوكي، ايه رأيكم فيها؟ فدلوقتي بفكر اني احط وردة فيهم هنا. دي احلى اوكي ولا دي؟ مش عارفه يا جماعه. انا حطيت دي. شايفين النتيجه النهائيه؟ عايزه بقى احط حاجه هنا واحط حاجه هنا. ودي يا جماعه لو اتحطت هنا هتبقى تحفه جدا، بس انا هيبقى حرام، فمش عارفه بجد. يعني بصوا لو اتحطت في الحته الفاضيه دي هتبقى كيوت. انا عايزه اوريكم الشكل النهائي، بس بجد بجد الشكل النهائي بجد يا جماعه انا تعبت جدا. تخيلوا ان انا من الساعه 2 واحدة، يعني مش واحدة 2 كده، من الساعه 2 لحد الساعه 8:30 انا بعمل يعني مدة 7 ساعات كده. بس بجد النتيجة صراحة تستحق وتحفة جدا، وعايزاكم تكتبوا لي رأيكم في الكومنت. وده أول فيديو للعودة للدراسة، فشوفوا بدأنا نرجع لسلسلة العودة. بجد يعني انتوا ركزوا في كل تفصيلة بجد تحبوا قوي. هتقولي لي انتي ليه يا رانيا حطيتي ده؟ انا اتفقت اصلا مع ماما ان انا احط، ولكن عشان تشوفوا شايفين المكتب، فيدوب هي الحته دي متكمله. لو الحته دي اتعملت هتبقى الشكل مش احسن حاجه. فانا قررت ان انا ان شاء الله هعمل ايه، ان انا هطبع صورة اذكار الصباح والمساء، عشان ان انا اتعود ان انا اقول اذكار الصباح والمساء واحطها بدل ده. بس هطبعها بكرة عشان الجو خلاص بقى مش قادرة. فبكرة هطبعها ان شاء الله عندي، حاول ان شاء الله، وبعدين هحط التانية. اوكي، فيلا بقى نوريكم كل تفصيلة في المكتب. اول حاجة معرفتش اصور قوي اوكي، بس برضو هوريكم كل حاجة. اول حاجة وهي الكلام اللي انا كاتباه. اول حاجه هو كان ورق ابيض عادي، وانا خليت يبقى فيه الوان. اول حاجه كتبت ابقى قويا لاجل اللحظه التي تحلم بها كل يوم، انهض ولا تيأس يكان. اوكي، الصوره دي ودي وكتبت في النص كده عشان الحته دي فاضيه، فقلت اكتبها كن قويا من اجل نفسك. وبصوا هي كانت ورقه بيضاء عادي، ولكن انا بجيب الهايلايتر والون بيه. اوكي، وصورة الدراسة كن قويا لا يبكيك إلا بصلة. ودي يا جماعة عايزين نوصل ل10,000 سبسكرايب إن شاء الله بإذن الله. السنة دي هنوصل ل10,000، فياريت كله يعمل سبسكرايب. ودي عشان أنا بعرف أرسم يعني، فأنا رسامة ماهرة. فعشان كده حطيت الصورة دي تعبر عني كده. اجعل كل يوم افضل يوم في حياتك، لا تنسى انك قدها وقدود. وده 2026 عايزه التزم بالصلاه والقران وهكذا. وده عايزه التزم برضو بالبودكاست. اصلا قلت لكم الحاجات دي. ودي بس بقى عملتها: ما زرع الله في قلبك رغبه في الوصول لامر معين لانه يعلم انك ستصل اليه. اعمل بجد في صمت ودع النجاح يحدث ضجيجا. حبيت قوي دي. اوكي، ودي وردة كيوتة لزقتها، وصورة طبيعة. وده وريتها لكم الانتصار وكده. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يا جماعة ماي تشانل ياريت كله يعمل سبسكرايب. ودي انا اللي حطيتها، كنت عاملاها بصلصال الفوم زي ما وريتكم قبل كده، صلصال الفوم، فانا عملت بيها دي. اوكي، الحمد لله. ودي فيها الصلاة وستادي. دي خليتها كده قريبة مني من المكتب كده عشان اشوفها في وشي على طول. ودي نفسي ابقى اسافر، ده حلم مش هدف. اوكي، يعني قصدي بصوا ايه الفرق ما بين، اعتقد يعني على عرفتي ان الهدف ان انا اوصل ليه في وقت معين، اما الحلم ده نفسك تحققيه عامة اعتقد يعني. ودي برضو نفسها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ودي اللي انا قرأتها فوق. ودي انا بس عاملاها بالشات جي بي تي بالجي بي ستايل، ونفس اللبس ونفس كل حاجه، حتى يعني الطقم فيه كده. اوكي، بس كان في حاجه كنت لابسه اسود هنا. يلا. ودي ابقى انفلونسر، يعني اعمل فيديوهات تطوير ذات وابقى مؤثره. وهنا ما دمت لم تخطئ حق الجميع، دع الجميع يتحدث كما يريد لا تبالي. ودي رسمة انا رسمها قبل كده معاكم. ودي ستادي برضو صغيرة.
انا اللي عاملاها، اردنا شيئا واراد الله شيئا اخر، فالحمد لله على خير لم تعلم. اوكي، الوقوع في حب نفسك هي اول اسرار السعاده. سترايف هارد، اجتهد. وحطيت البتاع برضو الفوم دي، حسيت الحته دي فاضيه فمحتاجه حاجه كيوت. بصوا دي انا مكنتش هعينها عشان 2025، بس لقيت يعني ليها مكان فعملتها بقى. اوكي، ودي دعاء قبل المذاكره وبعد المذاكره برضو حطيته قدامي. لم اعد اتفاجأ، اصبحت اتوقع اي شيء من اي احد في اي وقت. ابتسم دائما واياك ان تحزن. ودي عشان نفسي اكون مهندسة، ودي ان انا اعيش دايما كبرنسس. اوكي، فدي كان الشكل النهائي. بجد يا جماعة انا تعبت جدا جدا عليه جدا، بس بجد يستحق الجمال واللذاذة. انا بجد I love it. فيلا بينا بقى نرتب المكتب من هنا. بس هو مفيش كتب، لسه ما جبتش كتب اصلا. وشكل كده هجيب نص الكتب كده هنزلها على التابلت. صحابي عاملين كده فانا حبيت الفكره فممكن اعمل كده. كده انا هعمل لكم فيديو عن هعمل ايه في الترم التاني وهتابع مين وكده كل حاجه، ونصايح برضو لبدايه الترم التاني. فاحنا يعني بصوا عايزاه يبقى في حماس جدا، عشان ان شاء الله هيبقى في فيديوز سلسله بقى العوده للدراسه في تحفه. والله يا جماعه اللي انتوا شايفينه ممكن يكون وحش ليكم، ربنا ممكن شايف ان هو حلو فيه ليكم. يعني انتوا ممكن تكونوا شايفين الحاجه دي ان هي وحشه ليكم وهي بجد حلوه ليكم جدا. فزي ما انا عملت دلوقتي، كنت احسب اللي هي الصور الكبيره مش هتكون حلوه واتسهلت جدا وقلت الصغيره احلى، بس بجد طلع الشكل احسن من الاول. يعني بجد سبحان الله. يلا بينا بقى نبدا نرتب وكده رغي. ده بقى الورق المصاريف يا جماعه. عايزاكم تكتبوا لي في الكومنت ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزينها واطلبوا مني الفيديوهات اللي انتوا عايزينها عشان انا عايزه اعمل فيديوز. يا جماعه دي كان جايه لي هديه في العيد ميلاد. شوفوا هي مكتوب عليها كيوت وهي كيوت حقيقي. دي كانت جايه لي في عيد ميلادي، كان جاي لي 2، واحده فتحتها في الترم الاول ودي هفتحها في الترم التاني. اكتر حاجه كنت متحمسه لها حرفيا في الترم التاني، فبجد مبسوطه. بصوا بقى لما تيجوا تذاكروا احس ايه ده، الله عايزه اذاكر. فاهمين؟ فعلا نكمل. ده الشكل النهائي. اوكي، حطيت هنا الحاجات، ما عنديش اقلام كتير قوي عشان لسه. اوكي، والنوتبوك الكيوت دي والاقلام الهايلايتر اللي قربت تخلص اصلا، فعايزه اجيب والورد وبس. جماعة بس كده كان خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك كومنت شير سبسكرايب وبس. باي، استنوا الفيديو التاني هيكون ناري شراري.